في يوم 18 ديسمبر سنة 1874 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر من السودان بيتكلم عن فرقة عسكرية تحت الإدارة المصرية اللي بتتوجه من منطقة أم شنقة لمكان حاكم دارفور. وبيشرح الخبر إن الحكومة المصرية كانت بتمتاز بالرفق مع الأهالي وأحسنت معاملة القرى والنواحي اللي دخلت تحت سيطرتها في أراضي دارفور، وإن بدخولهم في حماية القوات اللي بتتبع الإدارة المصرية اتحقق ليهم الأمن والراحة، وإن النواحي والقبائل اللي مرت بيها الحملة دخلت بحسن رضاها تحت الإدارة الخديوية، والبعض الآخر دخل تحت الإدارة بعد ما حاربوا شوية، وإن الحملة وصلت مدينة فونية اللي هي حي في بلاد دارفور، وبمجرد وصول الحملة هناك راح أهالي المنطقة يقابلوا الحملة ملتجئين بعدالة الحكومة الخديوية في إنقاذهم من ظلم حاكم دارفور، ودخلوا تحت حماية الحكومة الخديوية برضاهم. وكمان الأهالي والقبائل المجاورة في المدينة هم كمان جم أفواج علشان يقدموا الطاعة للحملة. الخبر ما ذكرش مين هو حاكم دارفور في الوقت ده، بس هو كان السلطان إبراهيم قرد. وبيقول الخبر إن كمان كان في عساكر كانوا من ضمن جيش حاكم دارفور خرجوا عن طاعته بسبب ظلمه وغدره ليهم، وجم للمنطقة اللي وصلت الحملة فيها كلاجئين وقابلوا الحملة اللي قابلتهم بأحسن قبول. وبيكمل الخبر وبيقول إن حاكم دارفور اللي هو إبراهيم قرد كان أصابه ضرر عظيم بسبب الحملات اللي عملها على منطقة دارا اللي كانت تحت قيادة الزبير بك. وهنا الخبر بيقصد الزبير الرحمة منصور تاجر العبيد السوداني اللي في الفترة دي أصبح حليف للخديوي إسماعيل. وبيكمل الخبر وبيقول إن إبراهيم حاكم دارفور عرف إن القوة اللي هتتكون لما يجتمع الفريقين في مركز واحد هتبقى صعب مواجهتها، وهنا بيقصد القوة اللي جاية عبارة عن الحملة المصرية مع جيش الزبير بك. وإن الأخبار دي لما وصلت إبراهيم حاكم السودان استولى عليه الرعب واضطر إن هو يروح بالليل يتحصن في مدينة فاشر مقر حكومة دارفور. وإن لما الزبير وصلته الأخبار بواسطة جواسيسه أسرع في تعقب إبراهيم قبل ما يوصل، وفعلا لحقوا في بلدة اسمها منواش ومنعوا إن هو يكمل لفاشر. ولما أدرك إبراهيم اللي حصل له اتأكد إن هو مش هيقدر يوصل فاشر، فهنا بدأ يعبأ جيشه ويرتب مدافعه واستعد بكل العساكر والعبيد والعشائر وقرايبه ووزراءه علشان يحاربوا. وأخذ إبراهيم الراية في إيده وبدأ يحرض جيشه على القتال. وكان الزبير بيك رتب عساكره على أحسن وجه ونظام، فاتقابل الجيشين وقعدت الحرب حوالي ساعتين، وكانت الغلبة للزبير في الحرب فقتل وجرح كتير من جيش إبراهيم، وشتت شمل الباقي واغتنم 5 مدافع كبار وكتير من الأسلحة النارية والآلات الحربية. ولما خلصت الحرب بالنصر للزبير بدأ جيش الزبير في تفقد تلفيات العدو، فلقوا إبراهيم وكتير من قرايبه ووزرائه مقتولين في ميدان المعركة، فجهزوا جثثهم بالشكل اللائق للدفن. وبعد كده اتوجهت فرقة الزبير لفاشر مقر الحكومة واتقابلوا مع الحملة المصرية هناك. وبيختم الخبر بأن كل لوازم الحملة هناك من ذخائر ولوازم أخرى بيتم جلبها ونقلها من المراكز المعدل ده، وده بجانب سهولة أن الحملة توفر حاجتها من النواحي والقرى اللي دخلت تحت سيطرة الحكومة الخديوية، ده لأن أرضها خصبة وجيدة المحصول، وأن لو لزم العساكر أي حاجة بيتم شراؤه من الأهالي نقدا، فبالتالي العساكر هناك مش ناقصهم أي حاجة، وإن هم صباحا ومساء بيكرروا الدعاوي الخيرية لولي النعم الخديوي الأعظم الخديوي إسماعيل.